السلام عليكم اخواتي المشاهدين. مبدئيا كده احب اشكر الناس كلها لان احنا وصلنا 50 متابع، ومن اننا يعني وصلنا 50 متابع وان شاء الله نوصل حاجات اكبر واكبر، فانا خلاص قررت انا مش هنزل لك اي فيديوهات 5 دقايق، والفيديوهات اللي جايه كلها هتبقى 10 دقايق ويمكن ازيد كمان. فعايزك توصل لنا الفيديو ده 20 لايك ويلا بينا نبدا الانمي. شفنا في الحلقه اللي فاتت بقى لما ابطالنا خلاص وافقوا على المهمه، ما هي كده كده لبسوها خلاص، بيرجعوا البيت وبيكونوا قاعدين مع بعض، وبطلنا بيقول انا عايز ارجع العالم بتاعي، فازاي هرجعه؟ فالمعلم بيرد عليه وبيقول له عشان اديك معلومات او اديك اي فايدة عن العالم ده برضك انا لازما برضك يعني اروح ديماس وحاجات من كده واقاتل وحوش وما الى ذلك. فبطلنا شنكار بيقول له يا عم ديماس مين؟ انت عايز تموت الواد ولا ايه؟ لازما يتدرب ويكون اقوى وعضلات وبتاع ومهارات. فبيقول له خلاص نعلموه وندربوه. فهم بيتفقوا على كده وبيبداوا تعليم بطلنا من الصبح، وبنكتشف بقى ان عمنا دايروس معاهم واللي هو رئيس النقابة، وبيقول انا جيت يا اسطى عشان اديك عضلتين زيادة ولا اكبر لك عضلاتك. فبطلنا بيبقى فرحان، ولكن الابتسامة ده اللي بتروح اول ما بيبداوا التدريب، لانه بيتعجن تدريب منهم الاتنين دايروس وشنكارا صديقي، واحد يدربه على الرماية والتاني يدربه على مهارات الجسدية. فبيجي اخر اليوم وبيكونوا كلهم قاعدين ومجتمعين، فبتمشي جيو وتانية لان عارفين ان انا عايزة تقول حاجة لبطلنا، وبتروح له وبتبص له كده صديقي بنظراتها البريئة وبتقول له انت هتسيبنا وهتمشي؟ فبقول لها اكيد هيجي يوم وهضطر ان انا هعمل كده. فبتقول له خلاص انا عايزة اشكرك على كل حاجة انت عملتها عشاني، وبتديله جرعة الشفاء لانه تعب النهارده. فهو بيشكرها وبيقول لها ما تقلقيش ان شاء الله كل حاجه هتكون بخير، بتطمنها فينا والصحاب وانت عايز ترجع للعالم بتاعك. وبعد ما بيخلصوا القعده الجميله ديت بينتقلوا بقى عشان يبداوا يصطادوا وحوش هما التلاتة، وبيلاقوش غير هو وحش، فبيحاولوا ان هم يدوروا عليه. فصاحبنا شنكار بيحس ان في حاجه في الغابه اللي جنبيه، فبيجهز سلاحه فبيلاقي بنت طالعه، وبنكتشف ان دي مين يا صديقي؟ ان هي ايفا، وبتقول لهم معلش اصل انا جيت هنا بالغلط وكنت تايهه، وخلاص انا عرفت الطريق وهرجع، وانا اسف لو زعجتكم في اي حاجه. وبتحسس على دراع شنكار بطريقه غريبه، وبتقول الدراع دي مش انا قطعتها، ازاي في جزء منها اتشال؟ اكيد في حاجه غلط. وبتسيبهم وتمشي. مش قلت لك يا صديقي ان البت دي وراها حاجه؟ كنا بقى منها، وبنلاقي ان ابطالنا برضك مكملين يجروا ورا الوحش الغلبان، وبقول لهم سيبونا يا اولاد الذين، هو انتوا عايزين تخلصوا عليا؟ وبنلاقي وصل لطريق مقفول، فبقولوا له بس هنا بقى حموكشي وهنخلص عليك للنهايه، وبيجهزوا هجمه. ولكن بنكتشف ان ده كان فخ من الوحش، وان الوحش ده في حد بيتحكم فيه، او الوحوش دي في جزء منها حد بيتحكم فيها، وبنعرف اللي بيتحكم فيها هو ايفا. البت دي قلت لك يا صديقي ان مش هيجي من وراها خير. وفجاه من العدم بينطلق وحش وبيضرب بطلنا وبيوقعه الارض، وبيكون سائل في دمه، وبيكون مش قادر ان هو يعمل اي حاجه، وشكلها دي نهايته ولا ايه؟ بطلنا شكار بيبص لنا وبيقول لها بسرعه استخدمي سحر الغولم بتاعك وخديه ومشي من هنا وانا هحمي ظهركم. بتعمل كده بسرعه وبتاخد بطلنا على الوحش، وبطلنا بيقول لا لا رجعيني ليه؟ هما بيستهدفوا شنكار مش بيستهدفوني. ولكن ما بتسمعلهوش وبتكمل في طريقها، وبنكتشف ان في 5 6 7 وحوش بيجروا ورا منها. فبتلاقي بسرعه كهف فبتخش جواه وبتسد مدخل الكهف، ولكن الوحوش برضك بطاقتها السحريه بتخترق الكهف ده. فبطلنا بيكون في حاله حرجه خالص، فبيحاول ان هو يستخدم الشفاء، ولكن بيقول له انت لازم تستنى شويه عشان تقدر تستخدم المهارات ديت، وان هنا بتعافر على خيرها، بتعافر عشان بطلنا ما يموتش ولا هي تموت. وفي نفس الوقت الوحوش برضك ممكن تخلص المنى بتاعتها، وبطلنا بيبقى عارف ان هو لو فضل على الحاله ديت فكلهم هيكونوا في عداد الموتى. فبيحاول تاني مره، واخيرا النوبه بتنجح والمهاره بتشتغل عليه، وكمان بتجيله مهاره زياده وهي مهاره الاستدعاء، فعلى طول بيستخدمها وهو مش عارف هي ايه. هو بيطلع له وحش اسطوري جبار بيكون مليان بالرعد من كل مكان، وبيقول لهم انتوا الان في عداد الموتى، وشايفهم كانهم صراصير، وهي ضربه واحده من رعده بيخلص على عشرات الوحوش في لمح البصر، وبيكون خلصوا من الوحوش اللي قدام منهم. ولكن بنكتشف ان الوحش الاسطوري ده طلع المعلم وهو اللوط اللي مع بصلنا، وبقول له يا عم هي طاقته خلصت وما ينفعش استخدم المهارات ديت لان انا كده كنت في كامل او جزء من قوتي يعني. بيقول له خلاص ماشي بس يلا عشان نلحق شنكار، لان انا متاكد ان في حد تاني بيستهدفه، وان اللي حصل ده اكيد تخطيط من حد بس مش عارفين هو مين. نروح عند البت ايفا وبتقول ازاي من اخر مره قابلته هو لسه لحد دلوقتي ولسه بتفكر. وبنكتشف ان ديت يا صديقي هي نفس الالف اللي بطلنا شافها في احلام شنكار. يا نهار ابيض شكلها نار ونار يا صديقي، ومحدش يعرف اخرتها ايه. وبيكون هنا يا اخوات المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا، فتنساش يعني تعملنا باللايك واشتراك جميل، ويلا سلام.